هل الأكل الصحي ممكن يزود الوزن؟ والعكس صحيح، ممكن حد يخس وهو بياكل فاست فود. المفاجأة إن الإجابة على الاتنين هي أيوة، والسر كله في قانون واحد بسيط اسمه قانون السعرات الحرارية. ببساطة هو توازن الطاقة اللي بتتحكم في الوزن. المعادلة بسيطة، سعرات أكتر من اللي جسمي محتاجها الوزن بيزيد، والسعرات أقل الوزن بينزل، والموضوع ملوش علاقة بنوع الأكل نفسه. بس هنا بقى في فخ خطير ناس كتير بتقع فيه. الدايت القاسي نتائجه عكسية، بيبطئ الحرق، بيسبب تعب وبيضيع العضلات. وده يوصلنا لنقطة مهمة جدا، الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون. خسارة الوزن ممكن تكون عضلات ومية، لكن الهدف الحقيقي هو خسارة الدهون. طب إيه الحل الصح؟ الموضوع محتاج صبر وشوية واقعية. زي ما بنقول اللي اتبنى في سنين مش هيتهد في أسبوع. لازم نكون واقعيين. وده يخلينا نسأل إيه أول خطوة صغيرة نقدر ناخدها وتكمل معانا؟